في عام 360 هجرية بالتحديد في مدينة بغداد عاصمة الدولة العباسية ولد الشاعر صاحب الأبيات الرقيقة والشعر العاطفي، الشاعر الشريف الرضي. هذا الشاعر يعني كان يتلوه المواقف أو الأبيات أو المشاهد، يعني لا يتنبه إليها إلا الذي عاطفته قوية جدا ومشاعره مرهفة. مرة من المرات ماشي هو وأصحابه بالقافلة، ماشيين مسافرين من بغداد إلى الكوفة. المهم فمروا على ديار المحبوبة حقه. شوف على وصف، يعني قال أبيات حتى جميع الشعراء تعجبوا، الله الله، قالوا بعد ما كمل عظمة على عظمة. إيش الفصاحة هذا. ماشي هو أصحابه هو القافلة، بعدها مشيوا على ديار المحبوبة ودي خرابة. بعدها قال أبيات في قمة الروعة. اسمع ايش قال: ولقد مررت على ديارهم وطلولهم بيد البلا نهب. يعني مر على ديارهم قدي أطلع، يعني بقايا منازل قدي خراب. فوقفت حتى لج من لغب النضوي ولج بعدلي الركب. قال وقف وسط القافلة، والقافلة وقفت لأنه في النص. وقف وخبرته وقفوا معه، والخيول والنياق وكذا وقفوا بيشوف للبيوت ويتذكر الذكريات حقه عندما كان هناك. فقال فوقفت حتى ضج من لغب نضوي ولج بعدلي الركب. قال الخيل الذي تحته كان هزيل، قال حتى الخيل ضبح من كثر الوقوف تعب، والركب الذي معه أصحابه بيصيحوا هيا لكن امشي تعبت أنا. قال بعد ما مشيوا قال فتلفتت عيني فمذ خفيت عني الطلول تلفت القلب. الله الله الله. قال يعني ايش؟ قال هذا هو البيت العظيم، يعني الصدق، يعني حاجة فريدة من نوعها. قال فتلفتت عيني، كان وهو ماشي كان تلفت يشوف. فمذ خفيت عني الطلول، يعني العين حقه ما عاد كانت توصل، مشى شويه ومشاعره ناحية الذكريات هذيك والأماكن لا زالت تأخذه. قال يعني فمذ خفيت عن الطلول تلفت القلب. الله الله الله. الإنسان قد وقع في هذا الموقف، والله إنه بيت عظيم 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 جدا، من قلبك نفسي يلتفت. تحياتي.